لك ايه؟ انا جايب لك اعلان لشركه عربيات، بس عايزك بقى ترفع راسي. تمام، قول. هم عندهم مشكله قد كده اهو، بس عامله لهم ازمه قد كده. مفيش حد عايز يشتري الموديل الجديد من العربيه دي، فعايزين بقى نعمل لهم اعلان يحرك لهم الدنيا دي شويه. قبل ما اقول لك على فكره الاعلان، عايز اسالك 3 اسئله مهمين جدا وتجاوبني عليهم. اسال اللي انت عايزه، الداتا كلها هنا. بص يا سيدي، اول حاجه، في موديل قديم من الموديل الجديد ده؟ في كتير. تمام. تاني حاجه، الموديل الجديد ده فيه رفاهيه اكتر من العربيات القديمه كلها، بحيث لو العميل حب يغير من عربيته القديمه لعربيته الجديده يحس بالفرق الكبير ده. الفرق كبير وشاسع. تمام. تالت حاجه، بالنسبه للسعر، الفرق كبير جدا ولا متوسط؟ سيكا. ايه سيكا دي؟ يعني بعد سنه بشويه. ما علينا. بص يا سيدي، طالما الناس ما عندهاش رغبه في التبديل من المنتج القديم للمنتج الجديد، يبقى نتبع نظريه التبديل الاجباري للملابس. مش فاهم. بص يا سيدي، ساعات الناس بتبقى مش عايزه تغير هدومها اللي لابساها بقالها مده كبيره، ظنا منهم ان لسه ريحتها جميله ومنعشه عشان مناخيرهم متعود عليها تدريجيا. لكن لو احنا بقى جينا واجبرنا الناس ديت انها تاخد دش منعش وجميل، استحاله يرجع يلبس تاني نفس الهدوم اللي كان لسه قالعها قبل ما يستحمل. وده ايه علاقته بالعربيات؟ هقول لك اهو، انت مش سالت. اه شركه صاحبه العربيه الجديده هتعمل تجربه تعتبر فريده من نوعها شويه، وهي انها تسمح لاصحاب الموديلات القديمه يجربوا الموديل الجديد حد ادنى 3 ايام وبحد اقصى لمده اسبوع او بعدد كيلوات معينه، وطبعا بعد ما نخصص 10 عربيات بس للتجربه. فاثناء التجربه ديت العربيات القديمه بتاعت العملاء القدام دولت هترجع المصنع تاني تاخد لها شويه صيانات وكماليات كده بحيث ترجع شبه فابريكا زي الاول. وفي نفس الوقت الشركه هتدخل عندها خدمه بيع السيارات القديمه من نفس النوع القديم ده، وبكده نكون خدنا ايدي العميل للثلاث حاجات اللي بيخاف منهم: التجربه المجانيه للموديلات الجديده، تاني حاجه الصيانه شبه الشامله لعربيته القديمه، وتعتبر دي تكلفه بسيطه جدا لو العميل ما فكرش يشتري عربيه جديده. تالت حاجه سرعه بيع عربيته القديمه، وبكده يقدر يمسك جزء كبير جدا من ثمن العربيه الجديده. بس كده. انا نسيت ان اقول لك لا عربيات لعب بس برموه.